تداول نشطاء سعوديون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر رسالة قالوا إنها من ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف قبل إعفائه للملك سلمان، حول ما وصفتها الرسالة مؤامرة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد. وجاء في الرسالة التي وصفها الناشطون بالخطيرة أن الأمير محمد بن نايف أشاد في بادئ الأمر بالسياسة الحكيمة للملك سلمان للبلاد، منبها إياه في الوقت ذاته مما وصفها بالمؤامرة الخطيرة التي تلعبها دولة الإمارات وتحديدا ولي العهد محمد بن زايد. وقال الأمير بن نايف إن الإمارات لعبت في هذه الفترة دورا حاسما لحل الخلافات بينه وبين ولي العهد، مؤكدا أن بن زايد يخطط لاستغلال علاقته الوطيدة بالرئيس الأمريكي لوصوله إلى نواياه، داعيا الملك السعودي للاستعداد التام لهذا السلوك الإماراتي. وبالنسبة للأزمة القطرية قال ولي العهد السابق وفقا للرسالة إنه كشف الخدعة الإماراتية من وراء الخلافات القطرية مع السعودية والإمارات والبحرين، داعيا الملك سلمان إلى أن يكون حذرا من أن الوضع يتجه نحو التصعيد. وأكد أن الخلافات بين آل زايد وآل ثاني كانت جذرية جدا، وأن السعودية ستصبح ألعوب بيد الإمارات. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.